بيبدأ فيلمنا في لندن مع الكلب بنجر وصديقه راجي اللي بيكون مغرم بالعزف. المهم إن الكلب بيكون معترض على حياتهم من غير أنثى تساعدهم في العيشة، بل ومتضايق كمان إن راجي قاعد يكتب أغاني عن الحب في حين إنه عمره ما جرب حتى، وبيقرر يتدخل هو بنفسه لأنه لو ساب الموضوع لراجي مفيش حال هيتغير. وبيقف بنجر يبص من الشباك على الستات اللي ماشية ويقيم جمالهم هم وكلابهم، ومحدش بيكون عاجبه في البداية لغاية ما يلمح كلب نفس فروته مميز، وكمان بتربيه شابة جميلة جدا. وبيكونوا رايحين الجنينة، فبنجر بيروح وقتها يلعب في الساعة ويخليها تعدي 5 عشان راجي يوقف عزف وياخده ويخرجوا، وبيروح الجنينة وراهم وبيفضل يدور ويتلفت بسرعة لدرجة إن راجي بيقوله في إيه أنت غريب النهاردة. بنجر مش بيلاقاهم في الأول وبيخاف يضيعوا منه، لكن في النهاية بيلمحهم وبيبدأ يفكر في خطة تخلي راجي يبقى مدردح شوية عشان يقدر يلفت نظرهم. فبياخد برنيطة راجي وبيفضل يجري ويروح لعند كرسي الست وبيحطها على أساس يشوفوا بعض يعني على الأقل. ولكن فجأة بتقوم الست وكلبتها وبيمشوا من الكرسي خالص، ولكن عمنا بنجر مش بيستسلم أبدا وبيجري وراهم لغاية ما بيلف بحبله على الست وراجي عشان يقربوا من بعض، ولكنها بتسرح منه حبتين لما بيتسبب في إنهم يغرقوا في البحيرة. وراجي بيفضل يعتذر للست عن تصرفات بنجر وبيوضح لها إنه هو نفسه مش قادر يفهم هو ليه بنجر بيعمل كده. وبعدها بيخرجوا من البحيرة وبينشفوا هدومهم وبيفضلوا يضحكوا مع بعض، وبنجر بيبص لكلبتها وكلبتها بتبص لبنجر والدنيا بتحلو. بيمر الوقت وبنشوف فرحهم، وبعدها بيعيشوا في شقة صغيرة مناسبة للعرسان على حسب وصف بنجر. وبنشوف بنجر وكلبته بهيرة وهي بتوعده إنها تملاله البيت كلاب شبهه. وبعدها بنتعرف على الناني اللي راجي جابها تساعد مراته في شغل البيت. وقتها وصلت عربية رويلا الغوريلا زي ما بيقول راجي. المهم إن رويلا تبقى صاحبة مراته من سنين. دخلت رويلا فضلت تدور على الكلاب الصغيرة وتتريق على قناعة راجي ومراته لأنهم راضين ببيت صغير وكلبين وحياتهم بسيطة، وفضلت توريها الجاكيت الفر وتتباهى إنه طبيعي. في الآخر خدت بعضها ومشت، وأنيسة وراجي قعدوا يحكوا مع بعضهم. والكلبة بهيرة بيجي وقت إنها تولد وبتولد 15 كلب، ورويلا في نفس الوقت ده بتدخل وجاهزة تكتب شيك وتاخد الكلاب كلها. وفي نفس اللحظة رويلا بتتوعد لهم بأيام سودة، لكن راجي بيرفض طلبها وبيطردها بره البيت. وبنجر بيجري يطمن بهيرة إن مفيش حد هياخد عيالهم منهم، وأنيسة بتشكر راجي على رد فعله اللي ما كانتش قادرة تعمله. وبيعدي الوقت وبنشوف الكلاب كبرت شوية وقاعدين كلهم بيتفرجوا على فيلم مع بنجر وبهيرة. ولما بيجي وقت نومهم راجي بياخد أنيسة وبنجر وبهيرة وبيخرجوا يتفسحوا، وبيكون ده ميعادهم للتمشية في الجنينة. ولكن بتبدأ رحلة الخطر في اللحظة دي، وتهديد رويلا بدأ يكون حقيقة. ورويلا بتكون بعت 2 حرامية يهجموا على البيت بعد ما راجي ومراته يخرجوا. والحرامية دول بيكونوا محترفين جدا لدرجة إنهم مش شايلين هم الناني حتى، وبيروحوا يخبطوا على الباب وبيقولوا للناني إنهم تبع شركة الكهرباء وجايين يعملوا فحوصات سلامة. فالناني بتقول لهم إنها ما اتصلتش بحد ولا عندها مشاكل في الكهرباء، لكنهم بيصروا يدخلوا جوه البيت. واحد منهم بيحبسها في أوضة لغاية ما التاني ياخد الكلاب في شنطة كبيرة قوي. ولما بيتأكدوا إنهم خطفوا كل الكلاب بيروحوا يخرجوا من البيت، ووقتها الناني بتتحرر وبتخرج تتوعد لشركة الكهرباء وبتكون متوقعة إنهم سرقوا كل الفضة، ولكنها بتتصدم لما بتلاقي إن مفيش ولا كلب في مكانه، وبتفهم إنهم خطفوا كل الكلاب وبتفضل تصرخ وبتخرج للشارع تقول الحقوني. وبعد وقت قليل بنشوف رويلا وهي قاعدة في بيتها بتقرا الجورنال واللي بيكون فيه جريمة خطف 15 كلب من بيت راجي وأنيسة، وبتضحك وبتقول قد إيه صعبانين عليها. وفي اللحظة دي بيرن تليفونها وبترد وبيطلع الحرامي كاسبر وبيطلب منها فلوسه، لكنها بتضحك ضحكة شريرة وبتقول له إن مفيش ولا مليم لغاية ما يخلصوا الشغلانة، وبتقفل في وشه السكة. بعدها بتتصل بصاحبتها أنيسة وتقول لها قلبي معاك يا حبيبتي وإيه الأخبار الوحشة دي وكده. فراجي بيتعصب منها أكتر وبيقول لأنيسة هي متصلة تعترف. فأنيسة بتبعده عن التليفون وبتخلص مع رويلا وبتقول له إنه صاحبتها ممكن تكون شريرة فعلا لكن مش لدرجة حرامية. فراجي بيقول لها إن هي المتهم الأول بالنسبة له، لكن للأسف أنيسة بتقول له إن البوليس عمل عليها التفتيشات المطلوبة وما لقاش حاجة. فبيحس راجي باليأس وبيقول لأنيسة إنه ما بقاش عارف يعمل إيه. وبيسمع بنجر الكلام ده وبيروح لبهيرة وبيقول لها إن البشر خلاص ما فيش في إيديهم حلول، وبيقول لها كمان إنه لازم يتصرفوا هم بنفسهم من خلال إصدار إشارات الهوهوة. ومش بتكون مقتنعة في البداية ولكن مش قدامها أي حلول تاني. ولما بييجوا وقت خروجهم بالليل بنجر بيبعت إشارات الهوهوة فعلا، والموضوع بيوسع والخبر بيلف لندن كلها. 15 كلب منقط اتسرقوا
والبشر مش عارفين يتصرفوا، وبيستمروا في الهوهوة لغاية ما بتوصل للزعيم اللي بيروح هو والقط المساعد بتاعه لمكان الكلاب المخطوفة، وبعدها بيدخل القط على الكلاب وبيشوف في 99 كلب منقط اسود فابيض وبيكونوا متجمعين بيتفرجوا على الفيلم، وقاعد معاهم كسبر الحرامي وصاحبه. وبنشوف في الوقت ده بنجر وبهيرة بعد ما رجعوا لبيتهم، وراجي ومراته دخلوا يناموا، لكن بنجر وبهيرة بيفضلوا صاحيين وبيسمعوا إشارة هوهوة. فبهيرة بتسأل بنجر عن الصوت اللي سمعوه، وبيقول لها إنه داني عاوز يقابلهم دلوقتي ومفروض يتسللوا من شباك أوضة النوم عشان يطلعوا يقابلوه. ولما بيقابلوه بيقول لهم إن ولادهم موجودين في الشمال، وبيقولوا له إنهم جاهزين يسافروا دلوقتي للكلاب. فداني بيقول لهم إنه هيمشي معاهم لغاية شارع معين وبعدها هيديهم التعليمات. ولما بيوصلوا للشارع ده داني بيقول لهم يبقوا يتصلوا بسوزر العجوز لأنه هيوصلهم للزعيم، لأن الزعيم هو اللي عارف مكانهم في قصر دارفيل. وبهيرة بتسمع كلمة دارفيل وتتصدم لأنها بتكون عارفة إنه تبع رويلا، وبتقول لبنجر إنها طلعت هي فعلا. وبيجروا هما الاتنين بسرعة جدا وبيتعبوا قوي وسط المية والتلج. وفي نفس الوقت ده الزعيم بيكون قاعد هو وقطته منتظر بنجر يجي، بس مش بيكون ليهم أي أثر. والزعيم بيسأل القط اللي جنبه طب وبعدين، فبيقول له تقريبا تاهوا. وفجأة بيشوف عربية رويلا بتركن عند القصر، ورويلا بتدخل تستعجل كاسبر في انه يخلص عليهم، على الرغم انهم بيقولوا لها انهم مش هيجيبوا لها فرو كتير لانهم ما زالوا اطفال، لكنها بتصر على التخلص منهم. وكمان بتقول لهم قدامكم 24 ساعة اجي الاقيهم متخلص عليهم. فالقط بيسمع كل ده وبيحاول يهرب الكلاب من غير ما حد من الحرامية ياخد باله من فتحة صغيرة في الحيطة، اثناء ما كاسبر وصاحبه هراش بيتفرجوا على التلفزيون. بعد ما البرنامج بيخلص بيقوموا ما يلاقوش الكلاب، فبيعرفوا انهم هربوا وبيقرروا يطلعوا وراهم بالكشاف بسرعة. وللأسف بيلمحوا كلب منهم وبيقدروا انهم يحبسوهم في أوضة من تاني. وبنجر بعد ما بيتعب من الرحلة هو ومراته في الآخر بيوصلوا لمكان كله تلج. وبهيرة بتقول لبنجر خايفة نكون تهنا، فبنجر بيدي إشارة هوهوة، والزعيم بيفرح جدا لما بيسمعه قريب منه وبيرد له إشارة هوهوة برضه. فبنجر بيعرف الطريق من الصوت اللي وصل له وبيقول لبهيرة تكمل معاه، وبيوصلوا للزعيم وبيسألوه عن أخبار ولادهم. فبيقول لهم إن مفيش أي وقت للشرح لأنهم واقعين في مشكلة كبيرة جدا، وبياخدهم معاه المكان الكلاب اللي هم فيه. وكاسبر وهراش بيكونوا بيستعدوا علشان يخلصوا عليهم، لكن فجأة بنجر وبهيرة بيهجموا على المكان وبيخوفوا كاسبر وهراش، والزعيم بيقعد يتفرج على اللي بيحصل. والزعيم بيروح يطلب لهم مساعدة من كلاب تاني، وفي الآخر بيبهدلوا هراش وكسبر جامد، وبيقدروا أخيرا يرجعوا لولادهم. كلب منهم بيقول له إن عددهم 99 وإن هراش وكسبر كانوا عاوزين يخلصوا عليهم وياخدوا جلدهم عشان ياخدوا الفرو ويعملوا بلطو لرويلا. وأول ما الزعيم بيسمع الكلام ده بيتضايق جدا وبيقرروا إنهم لازم يدافعوا عن جنسهم، وبيقول لهم الزعيم لما أدي الإشارة يبدأ الهجوم. فالقط بيقول له إنه خايف يفشل الهجوم وبيتفق مع بنجر وبيقرر يهرب هو ومراته وال99 كلب معاهم. والزعيم والقط بيوصفوا لهم الطريق، فبنجر بيشكرهم بشدة وبيبدأ يتسلل مع عيلته وبيمشوا على الجليد لأن التلج هيسيب أثر لرجليهم. وفي نفس الوقت ده كسبر وهراش بيكونوا وصلوا تاني للزعيم وبيدخلوا جوه الاسطبل وبيدوروا على الكلاب وسط القش، بس مش بيكون ليهم أثر. والقط بيستخدم الحصان عشان يرفصهم هما الاتنين فبيبعدوا عن بعض، ولكن بيلمحوا الكلاب ماشية فبيخرجوا بسرعة يركبوا عربيتهم ويمشوا وراهم. ولحسن الحظ الكلاب بتستخبى تحت جسر وبتقدر تختفي من الأنظار. وتاني يوم الصبح بتوصل الغوريلا رويلا وبتزعق في كاسبر وهراش جامد وبتأمرهم يدوروا عليهم حتى لو السنة الجاية، المهم يلاقوهم وياخدوا بالهم من الشرطة عشان قربت تقفشهم. وبنروح لبنجر ومراته اللي بيكونوا تعبوا جامد جدا من الطريق والتلج ومش معاهم أكل أو حتى مية. وفجأة بيطلع حيوان صاحب بنجر يقول له إن في مزرعة ألبان قريبة، وبنجر بيطير من الفرحة وبيروح لبهيرة عشان يقول لها هما والكلاب الصغيرين، وبيدخلوا يلاقوا 3 أبقار وبيفرحوا جدا بعيلة بنجر وبيرضعوا الكلاب الصغيرين وبيتدفوا ويناموا الليلة دي. وصاحب بنجر بيجيب له بواقي أكل يسنده هو وبهيرة عشان الطريق. وتاني يوم بهيرة بتشكرهم جامد جدا وتقول لهم إنها ما كانتش هتعرف تتصرف من غيرهم، وبيودعوهم وبيكملوا طريقهم. وهم ماشيين بيحتاجوا يعدوا على التلج فبيسيبوا أثرهم. رويلا بقى بتكون ماشية في القرية دي في نفس الوقت ده وبتشوف أثرهم وبتستدعي كاسبر وهراش واللي بيفضلوا ماشيين على الآثار. ولكن فجأة بيظهر كلب صديق لبنجر ويبعت له إشارة هوهوة، فبنجر بيروح ناحيته ويقابله، والكلب بيقول له إنه لقي مواصلة للندن عشانه هو وعيلته، وبيشاور له على عربية نقل كبيرة رايحة لندن وبيقول له إنه لازم يستغل الفرصة. وفجأة بتعدي عربية رويلا الغوريلا وبتتخض بهيرة وبتستخبى بسرعة، وابنهم الشقي بيمرمغ نفسه في باب الدفاية. فبنجر بياخدها فكرة لإنقاذهم وبيطلب منهم كلهم يمرمغوا نفسهم في الهباب، وده طبعا عشان
كمان يبقوا كلاب سودا ومش منقطة، والفرو بتاعهم ما يكونش غالي ومرغوب فيه. وحتى كمان كاسبر وهراش ما يعرفوهمش لما يشوفوهم، وبيبدأوا يمرمغوا نفسهم واحد ورا التاني ويطلعوا دفعات يركبوا العربية. ورويلا بتكون رايحة جاية بعربيتها في المكان لأنها شاكة إنهم هنا، وهراش بيشوف كلاب سودا كتير قوي، فبيقول لكاسبر يكونش هما بس لونوا نفسهم. لكن كاسبر بيقول له إنهم مجرد كلاب غبية ما يعرفوش يفكروا بالشكل ده. ورويلا بتروح تزعق لهم وبتحلف إنهم موجودين في القرية دي ولازم يشدوا حيلهم شوية. وعلى آخر لحظة في آخر دفعة كلاب بتوصل للعربية النقل، بيكون في مطر والكلاب بتخاف جدا لأنه بيقع عليها وبيبان لونهم الأبيض المنقط. وفي نفس الوقت ده رويلا بتكون واقفة بعربيتها بتراقبهم، ولما بتشوف اللون الأبيض بتنادي على كاسبر وهراش بسرعة، ولكنهم بيبقوا يا دوب اللي داخلين أوضة الكلاب فبيخرجوا ويوقعوا الباب عليها. فالكلاب بيلحقوا يركبوا كلهم والعربية بتبدأ تتحرك بيهم. وساعتها بقى رويلا تستسلم؟ لا أبدا، بتؤمر كاسبر وهراش يتبعوا العربية، وبتلحقها هي بنفسها وتقعد تخبط فيها لدرجة إن السواق بيزعق لها ومش بيكون قادر يفهم مالها دي، لغاية ما بيوصلوا الجسر والعربية بتعدي من فوق الكوبري. ورويلا بتقع في التلج خلاص كده تستسلم؟ لا برضه، وبتطلع بعربيتها وبتخبط في عربية الكلاب من ورا وبتسوق. بس في الوقت ده كاسبر وهراش عربيتهم بتخبط في عربيتها جامد جدا والعربية بتتكسر ورويلا بتقعد تعيط. وبنروح في نفس الوقت ده على راجي وأنيسة وبيكونوا بيجهزوا البيت لاحتفال راس السنة ومشغلين أغاني، ولكن راجي مش قادر يفرح وشغال يسأل نفسه هو بنجر وبهيرة ليه هربوا من البيت. وفي الوقت ده بتيجي الناني تقدم لهم حلاوة العيد وتقول مع إن مفيش حاجة حلوة، وده لأنهم بيكونوا متأثرين جدا بفراق الكلاب. وبتحصل المفاجأة المنتظرة لما بتسمع صوت هوهوا فجأة، وبتجري الناني تفتح الباب وبيدخل عليهم سيل من الكلاب السوداء. فراجي بيكون مستغرب جدا، بس الناني بتقول له دول هم، ولكن مهببين نفسهم. وبتجري بهيرة تحضن أنيسة وبنجر بيلعب مع راجي، والكلاب الصغيرة مع الناني بتنظفهم من الهباب. وبيكون أجمل عيد ميلاد عدى عليهم. وراجي بيقرر يشتري بيت كبير في الريف ويفتح مزرعة كلاب حراسة. فأنيسة بتقول له قلت لك إني بحب أفكارك، وبنجر بيزقطط من الفرحة إنهم مش هيتخلوا عن باقي الكلاب. وبكده بيكون خلص فيلمنا.